الاحلام بتموت في المكان ده، مكان الاستعداد، مكان ان انا لسه مش جاهز، مكان ان انا مستني البدله الجديده، مكان ان انا مستني ايمن يعمل لي اللوكيشن، مكان ان انا مستني عين الموظف المثالي، مكان ان انا مستني الاقي الفرع المثالي، مكان ان انا الاقي السي اف او بس اللي هيطيرني في السماء، مكان ان انا مستني الاقي البنت بتاعت الماركتنج الجبار اللي هتشتغل معايا، مكان ان انا مستني الاقي مكان ان انا مستني الاقي التيم الجبار اللي هيحقق لي احلامي. يقول لك كل الاحلام بتموت في مكان الاستعداد. فانت عشان الاحلام ما تموتش في مكان الاستعداد، انا بس عايز اتفق انا وانت ان احنا نخليها تموت في حتة تاني، تموت في الطريق. يعني تعالى الاحلام تبتدي ونحطها انتو اكشن وناخد بيها خطوات وتموت زي ما تموت، بس المهم ان هي ما تموتش في المكان المتعارف عليه، على الاقل نبقى دفناها في حتة تانية. السلام عليكم. تاني يا جون دي كمالة، كل حطام الأحلام مرمية هناك في نفس مكان الانتظار، كل العظم وكل الحاجات بتاعت الأحلام دي مرمية هناك، فاحنا عايزين نرميها في حتة تانية غير مكان الانتظار، نرميها في مكان الأكشن. انتوا عارفين بقى ده بيوديني الحلقة حلوة قوي قوي قوي، والحتة حلوة قوي قوي برضو سمعتها اونلاين، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك مفيش شركة ناجحة وشركة فاشلة. فتعالوا نشوف ده الحلقة الجاية. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.